مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. نبدأ كلامنا كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل ايه النهارده وهتعملي ايه يا صبوحة؟ هنمسك أوضة الأنتريه دي، هننفضها وهنكنس وهنمسح وهنعمل فيها شوية تنظيفات كده. يلا بينا يلا بينا. طيب هتعملي ايه يا صبوحة؟ بص، انا اول حاجة عايزة اعملها اشيل كل المخدات دي كلها من مكانها. تمام، المخدات دي اهو كل ورقة اهو. ليه بقى؟ عايزه انفض الانتريه تنفيضه صح اهو. ماشي، وبعدين نرصهم بقى تاني ونرجعهم مكانهم. اهم حاجه في التنظيف زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات، ما دام هننفض وهنروق يبقى ايه؟ تنفيضه صح. بصوا حتى الفراديات اللي هي الكبيره دي، كل ده اهو، كل ده يتشال من مكانه خالص. ماشي، وكمان اللي هنا دي كل حاجة من مكانها تماما. ماشي، ننفض بقى، نستعد. وعايزاكم تستعدوا الفترة اللي جاية دي. كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص داخلين على الشتاء. احنا فعلا حاليا دلوقتي في التوقيت الشتوي، بس لسه الجو حلو. بس قبل بقى ما يشد علينا والجو يسقع هنعمل شوية تنظيفات ان شاء الله. عايزين استعداد كامل واستعداد قوي. مستعدين؟ اكيد في ناس كتير بدأت في التنظيفات واكيد في ناس لسه. تمام، انا من ضمن اللي لسه. يعني تنظيف يومي، كل يوم بننفض وكل يوم بنروق ونمسح، بس في شوية تنظيفات او روتينات كده شتوية لازم تتعمل قبل دخلة الشتاء علينا. ان شاء الله الفترة اللي جاية نستعد كلنا سوا. بصوا انا قافلة الستارة، المفروض اثناء التنفيض واحنا بننفض ما يكونش الشباك مقفول. غلط جدا عشان التراب يخرج وكل حاجة. بس ايه، انا عندي هنا الشباك زي ما انتم شايفين الاضاءة جاية في وش الكاميرا على طول الشباك، فلو فتحت مش هتشوفوا حاجة. فانا بقى غصب عني واحنا ننفض بقى الحاجات دي قبل ما نحطها. نرجع بقى كل حاجة كده بنظافة. كمان في كسوة او شكل تاني للانتريه. طبعا اللي متابع القناة وعارفها عارف ان ما عندي كسوة او فرش لون الحيطة دي. نحاول برضو ممكن نعمله في دخلة الشتاء، لسه مش عارفة يعني، لسه ما قررتش ايه اللي ممكن اعمله. بس ان شاء الله في روتينات ان شاء الله استنوها باذن الله. لا ده مش بتاع هنا، شفت الكلام خدني ازاي؟ دي بتاعت هنا. نبتدي بقى نرص برضو المخدات دي. اللون مضايقني، اللون اللي هو ده والجديد، يعني سواء البني ده او الفرش التاني، الاتنين مضايقني. الاتنين غامق مع الحيطة غامقة والستارة غامقة، بحس ان المكان مقفول. ففعلا لابد من تغيير الالوان دي او تغيير لون الستارة البني. مش عارفة يعني، هو لازم حاجة تتغير يا جماعة، بس هي انا مش عارفة. انا هلف الناحية التانية اجيب المخدات. ان شاء الله احاول والله بجد. حتى كمان ناس كتير كتبت لي في الكومنتات يا صبوحة لون الانتريه مع الستارة والحيطة غامق، يعني بيقفل المكان. انا مش هشغل المروحة عشان هتعمل صداع ومش هتسمعوني. طيب هتعملي ايه تاني يا صبوحة؟ هنشيل بقى ده كله كده من مكانه اصلا. ماشي، ليه بقى؟ عشان هنشيل السجاد
هنشيل السجادة. ماشي. بص اصلا الانتريه القماش بتاعه حتى بدأ ان هو من يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا عارفين كانوا يقولوا القماش شاط. يعني ايه شاط؟ بيبقى زي داب كده. تمام. احنا عايزين نشيل الانتريه ده من مكانه عشان نمسح وراه ونكنس بقى ايه وراه. فنعمل ايه كمان؟ نشيل السجاده دي خالص اهي. نشيل السجاده. امال اسمه ترويق ازاي مادام فيها ترويق؟ عشان كده انا نفضت الانتريه الاول عشان هنشيل كمان السجاده. يبقى ايه الانتريه اتنفض. بعدين بقى نشيل السجاده خالص. انا كده كده هاخدها قدام باب الشقه. انا ما برضاش انفض التنفيضه القويه دي قدام الكاميرا عشان التراب. دي كده احطها على السلم وانفضها بقى بالمنفضه. شيلوا منها الوبر، الخيط، الحاجات اللي بيبقى لازق في السجاده دي. بس هي كده دلوقتي قدام باب الشقة لحد ما اخلص خالص وانفضها وادخلها بقى ايه على طول. طيب تعملي ايه؟ بس نوسع كده لنفسنا عشان اكنس كنسة حلوة بقى حتى ورا الانتريه وتحت الكنب وتحت الكراسي وكله. جبتلكوا المقشة. بصوا انا هعمل قدامها الاول عشان انا هركنها كده عشان هنمسح. بصوا هجيب بس اللي قدامها ده عشان لما ايه نجيب الكنبه يبقى تحتها نضيف. اللي شاف قناه يوميات صبوحه، انا كنت لسه عامله الانتريه ده من يومين. ماشي. الاوضه دي بشكل عام عاملاها من يومين ونزل الفيديو امبارح. يعني عاملاها من يومين ونزل الفيديو امبارح. حد يقدر يقول ان دي معموله من يومين؟ بصوا التراب اللي طالع، بصوا الزباله والله العظيم. مش عارفه اصلا باينه ولا لا، بس هجيبها لكم كده شويه اهو. وده شراب وصل بكم من حل الشراب. بصوا ده شراب بنتي، ده طبعا وسخ كده خلاص نحطه هنا كده عشان احطه في الغسيل. طيب دي الزباله اللي هنا اللي كنست هنا الاول عشان اكنس هنا كمان، يبقى الجزء اللي انا جبت عليه الكنبه ده نضيف. فاهميني؟ بصوا ليمون اهو. انا بس عايزاكم تشوفوا الفيديو على يوميات صبوحه اللي لسه نازل امبارح. طبعا عملت الانتريه ده او الاوضه دي برضو ترويق نظيف. ده شراب برضو يا جماعه، لقيته العيال رامينه، مع ان الشرابات دي المفروض ان هي نظيفه. انا بلم الغسيل العيال وانا بطبق الغسيل خدوا الشرابات شكلهم يعني الشرابات دي نظيفه. بس طبعا بعد اللي انا شفته ده والكوارث والتراب ده لازم اغسلهم من الاول. بتنجان العيال كانت بتطبخ. بص ليمون، الليمون ده كان في ايديهم امبارح جايبينه من التلاجة. والبتنجان ده بصوا انا خدته منهم بس ايه شكلهم مرقدين وكانوا بصوا. خرجت امبارح
كنت بنشر الغسيل. بصوا بتنجان مرقدين واكلينه اهو، دي كده خلاص زباله، ولا اخدهم احطهم حرام بقى في الزباله جوه. وليمون، الليمون ده انا شفته في ايديهم ليمون كتير اصلا، خدته وحطيته في التلاجة. كمان كانوا مطلعين بتنجان. انا ركنت بس الحاجه دي هنا على الترابيزه. اخلص بس معاكم الفيديو ده واشيل الليمون في التلاجة والبتنجان في الزباله والشراب كمان. نحط الشرابات في الغسيل. طيب هتعملي ايه تاني يا صبوحه؟ كمان الكنبه دي نعمل وراها. ما هو مادام قلنا بقى ايه ترويق عميق وتنظيف، يبقى لازم ننظف صح. ماشي، لازم نشيل الحاجه من مكانها خالص ونجيبه من وراها كده. بصوا والله العظيم اللي يشوف التراب ده قسما بالله يقول دي ما اتعملت بقالها فتره. والله طبعا اكيد انا مش محتاجه ان انا احلف لحبايبي، وهم شايفين الفيديوهات وشايفين التنظيفات وشايفين الواحد بيعمل ايه. بس والله العظيم انا نفسي مصدومه، انا بتضايق. يعني انا يا جماعه بتضايق، انا صحتي دي غاليه عليا. ثواني هجيب الجاروفه الم الزباله دي. طيب انا كده لميت الزباله وشلت المقشه، وجبت معايا الميه اللي هنمسح بيها. وكالعاده الميه بتاعت صبوحه لازم يكون عليها الرغاوي الحلوه دي. تمام. انا النهارده عندي كلور، جبت شويه كلور على شويه مسحوقه عندي والميه. ما حطيتش بقى خل ولا حطيت اي حاجه تاني، لان الكلور يعني هنحط مثلا خل، ما نحطش كلور لا ده لا ده. مش هنحط كلور ولا خل وعندنا ديتول، يبقى تمام قوي، يبقى حلو قوي. المهم ان يكون في ماده معانا مطهره للارض، ديتول، خل، كلور، اي حاجه. وحاجه تاني تعمل معانا رغاوي، اي مسحوقه عندك، واي حاجه تعمل ريحه. في شويه معطر ساعات باخد منهم شويه احطهم في الميه، وفي شويه دون من بتاع الغسيل برضو بدوبه بيعمل ريحه. يعني اي حاجه تعمل ريحه واي حاجه تعمل رغاوي واي حاجه تنظف لنا الارض. ماشي، تعمل معانا شويه رغاوي حلوه كده وشويه حاجات حلوه كده في الارض وريحه جميله. وكمان ايه مطهر، اي مطهر موجود عندكم. طيب نسمي الله بقى. نغسل هنا، نغسل ايه؟ عادة الغسيل نمسح هنا. وكمان لو الوزره برضو تمشوا عليها كده، الوزره نفسها بيبقى عليها تراب. والاركان يا جماعه، الاركان بالذات ماشي ما ننساهاش عشان الطاقه السلبيه تروح. يا رب. انا عايزه كمان اعمل ورا الكنبه الصغيره دي عشان ارجعها مكانها. هنا كمان اهو. بسم الله يا رب. عايزه انشف الاول ورا الكنبه دي الصغيره عشان ارجع الكنبه مكانها. في كمان عشان الطاقة السلبية اللي بتبقى موجودة في البيت يوم الجمعة كده ولا حاجة، شوية بخور القرآن يبقى شغال. ماشي، وانتوا بتمسحوا المسحة اللي هي بتاعت يوم الجمعة ومشغلين القرآن والبخور، بتاخدوا شوية ملح وفي الاركان بتاعت الشقة او الأوضة اللي انتوا بتمسحوها او الشقة بشكل عام، وترشوا ملح. في الاسبوع اللي بعده برضه يوم الجمعه ولا حاجه، المهم ان الحاجه دي ما تفضلش مركونه على طول، الملح في الاركان ما يفضلش مركونه على طول، عشان لو فضل مكان على طول بدل ما احنا عايزين طاقه ايجابيه هيدينا طاقه سلبيه.
لازم الحاجه دي تتشال، بتلم النكد زي ما بيقولوا، يعني زي ما بتشيل الطاقه السلبيه لما بنرشها ونقرا قران وبخور والرؤيه الشرعيه، كل الكلام ده جميل قوي. ورش الملح في الاركان، بس يعدي مثلا عليه 5 ايام او اسبوع، عشان كده بقول لكم الجمعه اللي وراها برضو تقوموا مسحين مسحه حلوه، ماشي، مسحه جميله كده. والملح اللي انتوا رشيتوه في الاركان تلموه تاني، تلموه تاني، ماشي يا جماعه. ليه؟ عشان الطاقه السلبيه تروح وتلموا النكد زي ما بيقولوا. رشينا ملح يبقى يعدي الاسبوع تشيلوه تاني، وتقروا القران والمعزتين وسوره الملك وسوره ال عمران وسوره البقره يوميا بقى يا جماعه، الرؤيه الشرعيه. وسوره الكهف طبعا يوم الخميس بالليل او يوم الجمعه بعد الصلاه، قبل الصلاه سوره الكهف يوم الخميس من بالليل قبل الفجر او بعد الفجر سوره الكهف برضو. كل الحاجات دي سبحان الله، قرايه القران وقرايه القران في المكان وكل يوم، والرؤيه الشرعيه للحسد ورش الملح، بس لازم تلموه تاني مره تانيه، بقول لازم تلموه تاني. يعني هو اول ما بتحطوه زي ما بيقولوا مع قرايه القران بيشيل النكد، لما بتيجي تلموه بقى خالص من الاركان اهم حاجه تمسحوا الاركان كويس يلم بقى النكد يشيله. كل دي حاجات بنسمعها، ولكن انا قلت برضو ايه اقول لكم كمعلومه يعني للي مش عارف. طيب انا كده كمان مسحت تحت الشباك اللي هو يعتبر ورا الكنبه الكبيره دي، ارجعها بقى مكانها. بصوا الاذان شغال، انا ممكن اعمل تحت الكراسي دي كمان، اعمل تحت الكرسيين دول وارجع الكنبه دي مكانها وارجع الستاره وارجع لكم تاني نكمل مسح مع بعض. بصوا كده يا جماعه، انا مسحت نشفت ورا الكنبه الكبيره ونشفت ورا الكنبه الصغيره، ماشي. ومسحت الصاله هنا مطرح ما انا واقفه، وعملت كمان تحت الكراسي زي ما قلت لكم، ورصيت كل حاجه مكانها. هنا بقى هننشف الجزء ده. معلش طبعا انا قفلت معاكم، بعتذر عشان كان اذان العصر ما ينفعش اتكلم معاكم وفي نفس الوقت الاذان شغال. كان لازم ان انا اقفل عشان اردد ورا الاذان، ماشي. وكمان اخلص الحاجات دي وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، ماشي يا رب. اللهم لك الحمد والشكر. وما ننساش يا جماعه بالله عليكم المواظبه في الصلاه، يعني حياتنا ملهاش بجد اي لازمه من غير الصلاه. يعني الصلاه ده اول حاجه بنتحاسب عليها، وكمان لما بتكون في ميعادها، يعني لما نقضي الفرض في ميعاده، صلاه الفجر في ميعاده، اي صلاه ظهر عصر، يعني اي فرض من الفرائض لما بنصليه في ميعاده بيفرق. يعني حتى لو بنصلي بس في اوقات متاخره برضو غير لما بنصلي في الوقت حاضر. يعني انا دلوقتي اهو هخلص معاكم الفيديو ده، خلاص كده انا هسيب الارض تنشف وهنفض السجاده بقى قدام باب الشقه زي ما قلت لكم، ونيجي نفرش مع بعض وبعدين اصلي العصر على طول. يا ساتر يا نهار ابيض يا جدعان، السجاده قطعت نفسي بجد يا لهوي. طيب انا عايزه اقول لكم معرفتش اطبقها تاني برومها زي ما بيقولوا كده، لان بعد ما نفضتها ما قدرتش ان انا ابرمها تاني. بس قلت كده كده احنا هنفرشها، يعني ايه ممكن اجيبها بشكل عشوائي كده وافردها معاكم عادي. بس خدت تنفيض تعبتني. بس السجاده اصلا دي نوعها غريب بيشرب التراب. شفتوا الحاجه اتنضفت وبقت زي الفل وما خدتش وقت، بس بيفرق بقى. الله على النظافه وريحه النظافه والميه المساح الجميله اللي ماسحين بيها،
والحاجات الحلوه اللي حطيناها في الميه خلت المكان ريحته جميله. وكده نفضنا والدنيا تمام. استنوا بقى اما ارفع لكم الكاميرا. محبش الفتل دي بتلزق في السجاد. السجاده بقت زي الفل واتنفضت، والانتري كمان بقى زي الفل. تعبت يا جماعه، بس ايه، استنوا، تعبت بصراحه. استنوا بقى لما نعمل الورد ده ونمسح الفازه دي بالمره. كل مره اعملها معاكم. بصوا ولادي بيجيبوها من مكانها، بس عايزه اقول لكم الواحد بيتعب وبعدين بيحس براحه. مفيش احسن من النظافه بجد، والله العظيم بجد فعلا النظافه بتفرق. ما خدتش وقت كمان كتير. كنسنا ومسحنا ورا الكراسي والكنب ونفضنا الانتريه تنفيضه حلوه، ورجعنا كل حاجه مكانها زي الفل. ما خدتش وقت ومجهود، بس لا ما خدتش وقت انما خدت مجهود. ما خدتش وقت بس خدت مجهود. استنوا نمسح بقى الفازه دي كمان بالمره. يا رب. اللهم لك الحمد والشكر. بصوا شايفين التراب؟ مش عارفه باين ولا لا، بس بيفرق بقى بعد المسح. يعني انا الفازه دي جميله شكلها حلو، بس ما بحبهاش علشان الفراغات دي بتاخد بقى وقت في التنظيف. لازم ادخل كده صباعي كده وحته صغننه في قلب الفراغات دي، بس برضو كله سهل، كله سهل، مش حاجه صعبه. النظافه بتاخد مجهود بس بتفرق في النظافه بجد. انتوا بعد كده بتلاقوا نفسكم مبسوطين. بس الله الله. نحطها بقى مكانها. شوية بقى معطر، شوية معطر هنا في العلفظة كده برضو بتدي ريحة حلوة، كأنه ورد حقيقي ولا ايه؟ لا بس ساعات بعمل كده بحس ان المكان حلو يعني. طيب كده احنا نفضنا ونفضنا الانتريه تنفيضه حلوه قوي قوي. شلنا كل حاجه ونفضنا ورجعنا على نظافه، وتحت الكنب والكراسي كنس ومسح. شلنا كل حاجه ومسحنا ونفضنا السجاده ورجعنا كل حاجه زي ما كانها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون حلو وخفيف على قلوبكم الجميله، وما تنسيش اختكم في الاشتراك بتاعكم ودعمكم الجميل واللايك على الفيديو. شكرا ليكم، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.